أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. الفيديو النهارده عشان نكمل كلامنا في دورة الأو بي وهنشرح السوبر كونستراكتور. الفيديو النهارده عشان مهم جدا فعايزك تركز معايا في كل تفصيلة هقولها. فأنا يا شباب زي ما أنا معودكم لما نتكلم عن السوبر كونستراكتور هنعمل المثال الموجود هنا بدون استخدام السوبر كونستراكتور، وهنطبق نفس المثال بس باستخدام السوبر كونستراكتور علشان الفكرة توضح معانا بشكل أحسن. فتعالى بقى نعمل المثال بدون استخدام السوبر كونستراكتور عشان نعرف المشكلة اللي هتواجهنا ونحلها ازاي. فأنا كل اللي عملته يا شباب عملت كلاس اسمه أنيمال بيمثل لي جميع الحيوانات، وخليت الكلاس بتاع الدوج والكات بيرثوا الأنيمال فأنا جوه كلاس الأنيمال كان عندي فانكشن اسمها run، فانكشن اسمها eat. فدلوقتي الدوج بتاعي عنده المقدرة إن هو يجري وعنده المقدرة إن هو ياكل، وميزت الكلاس بتاع الدوج والكات إن أنا عملت فانكشن للصوت الخاص بيهم زي مثلا البارك وزي مثلا المياو. فحلو أوي. تعالى بقى عشان ندي مجموعة صفات للكلب والقطة علشان لما كانش اوبجكت منهم اقدر ندي الصفات ديت. فتعالى بقى نروح على الكلاس بتاع الدوج، نعمل مثلا string الcolor. تعالى مثلا كمان نعمل int السايز مثلا. تعالى مثلا نعمل كمان int الليجز. فاحنا يا شباب لما كنا بننشئ مجموعة صفات عندنا في كلاس كنت قلت لكم في فيديو الكونستراكتور ان احنا بننشئ كونستراكتور خاص بالاتريبيوتس ديت. كل اللي هعمله دلوقتي هعمل الدوج واحط بقى الاتريبيوتس في الكونستراكتور بتاعي. انا بقى هعمل this دوت مثلا الكولر، و this دوت الليجز، و this دوت السايز. فزي ما انتم شايفين كده. وتعالى كمان نخلي الكونستراكتور بتاع named علشان لما اجي استدعي الكونستراكتور اديله الاسماء بتاعته. فانا دلوقتي هخلي دي required. وتعالى ناخد دي كمان كوبي ونحطها هنا ونحطها هنا برضه. فزي ما انتم شايفين كده. وتعالى بقى نكرر نفس الكلام عندنا بس في ايه بقى، في الكات. فانا هاخد دي كده كوبي احطها هنا، وهغير بس بدل كلمة دوج احط كلمة كات. فأنا كده يا شباب عملت مجموعة attributes خاصة للكلب والقطة، وعملت كونستراكتور خاصة بيهم علشان لما أجي بقى أنشئ object من الكلاس مثلا بتاع الدوج. فكل اللي هعمله هعمل دوج مثلا الدوج بيساوي الدوج بتاعي. فأنا بقى هديله الكولر. تعالى مثلا نخليه بلاك، والليجز بتاعتي نخليها 4، والسايز تعالى مثلا نخليه 50. وتعالى برضو نكرر نفس الكلام بس بقى في الكات. هعمل الكات بيساوي الكونستراكتور بتاعي. تعالى مثلا بقى نخلي دي أورنج، وده برضه تكون 4، ودي مثلا 30 مثلا. أنا بقى لما أجي أعمل برنت مثلا للدوج دوت الكالر، وبرنت للكات دوت الكالر. تعالى نعمل رن. فزي ما انتم شايفين طبعا معايا الصفات الخاصة بمين؟ الخاصة باللون بتاع الكلب واللون بتاع القط اللي هو البلاك والأورنج. وطبعا زي ما انتم شايفين يا شباب أنا لما كنت جيت أنشأت صفات خاصة بالكلب وصفات خاصة بالقطة كانت الصفات عندي متشابهة، لأن برضو جميع الحيوانات بيكون عندها مثلا الكلر والسايز والليجز. وزي ما أنا معرفكم إن إحنا مينفعش يكون عندنا مجموعة أكواد متكررة أكتر من مرة. فأنا ليه راح أكتب نفس الأتريبيوتس في الدوج وهي نفس الأتريبيوتس في الكات. هو مش إحنا كنا عاملين كلاس اسمه أنيمال، وكنا من خلال الكلاس اللي اسمه أنيمال أقدر إن أنا أرث جميع الأتريبيوتس الموجودة جواه. أو كنا عملنا كده. طيب تعالى ناخد كده الأتريبيوت ديت كات ونحطها هنا كده. وتعالى نمسح برضو الأتريبيوت الموجودة هنا. فزي ما انتم شايفين اول لما انا عملت كده ظهر عندي ايرور في الكونستراكتور. ليه ظهر عندي ايرور؟ لان انا خلاص ما عادش عندي اتريبيوتس موجوده في الكلاس اللي اسمه دوج. فانت ازاي بقى تروح تنشئ كونستراكتور للاتريبيوت ديت؟ ونفس الكلام عندنا في الكات. فطبعا هيظهر عندنا هنا مشكله ان انا عايز الاتريبيوتس الموجوده في الكونستراكتور تكون هي نفس الاتريبيوتس الموجوده في كلاس الانيمال. طب انا اعمل كده ازاي؟ هنعمل كده يا شباب عن طريق احنا نستخدم السوبر كونستراكتور. من خلال السوبر كونستراكتور بقى هقدر ان انا ادي الاتريبيوتس الموجوده في الانيمال في اكتر من كلاس اللي بيرث الانيمال ده. فانا عشان احل المشكله ديت هروح اعمل اول حاجه كونستراكتور خاص بالانيمال علشان لما اجي ارث الكلاس اللي اسمه انيمال ارث معاه الكونستراكتور. فانا اروح اعمل الانيمال، وطبعا هنخليه بقى required. تعال مثلا نقول required this دوت الكالر ونكرر اكتر من مره. ناخدها كوبي. تعالى هنا كده وهنا كده.
ونمسح ديت نخليها ليج، ونخلي دي كمان السايز. حلو أوي. فأنا كده عملت أول خطوة من حل المشكلة، إن أنا بروح أعمل كونستراكتور خاص بالكلاس اللي أنا هورثه. فأنا كل اللي عملته، عملت كونستراكتور أنيمال، والكونستراكتور دوت كان فيه مجموعة الأتريبيوتس الموجودة ديت اللي هي الكلر والسايز والليج. طيب حلو. بس زي ما انتوا شايفين برضو إن أنا لسه عندي ايرور موجود في الكونستراكتور الخاص بالدوج، إن هو برضو ما عندوش أتريبيوت الكلر والليج والسايز، ومع ذلك أنا عملت كونستراكتور وحطيت الأتريبيوت ديت في الكونستراكتور بتاع الدوج. طيب انا ازاي بقى اخلي الكالر الموجود في كونستراكتور الدوج هو نفس الكالر الموجود في الكونستراكتور بتاع الانيمال؟ اقول لك هنعمل كده عن طريق ان هنشيل كلمة this ونبدلها بكلمة سوبر. فتعالى نشيل كلمة سايز ونبدلها بكلمة سوبر، وانا هخلي برضه سوبر، وهخلي دي سوبر. فزي ما انتوا شايفين اول لما انا بدلت كلمة this بسوبر المشكلة اتحلت عندي في الكونستراكتور بتاع الدوج. فحلو أوي يا شباب، يبقى أنا دلوقتي حليت المشكلة عن طريق استخدمت كلمة سوبر. يبقى كلمة سوبر بتعرف البرنامج إن الأتريبيوت اللي هيجي بعدها هيكون خاص بمين؟ هيكون خاص بالكلاس اللي أنت بتورثه. إنما كلمة this كانت بتعرف البرنامج إن الأتريبيوت اللي هيجي بعدها هيكون خاص بالكلاس الموجود في الكونستراكتور. فكان بقى بيديني ايرور لان انا ما كانش عندي اتريبيوتس في الكلاس بتاع الدوج. فانت ازاي ما تقول لي this الكلر وانا ما كانش عندي اتريبيوتس في الكلاس بتاع الدوج؟ فعشان كده كان بيديني ايرور. فاحنا حاليا الايرور دوت ان احنا بدلنا كلمه this بكلمه سوبر، لان سوبر بتعرف البرنامج ان الاتريبيوت اللي هيجي بعدها هيكون خاص بمين؟ خاص بالكلاس اللي انت بتورثه. فحلو قوي. تعال بقى نعمل نفس الكلام بالكلاس بتاع الكات. فكل اللي هعمله هعمل ايه؟ هشيل كلمه this واحط كلمه سوبر. فانا لما انا عملت كده عرفت ان الاتريبيوت الموجود في الكونستراكتور بتاع الكات هيكون اتريبيوت خاص بمين يا شباب؟ خاص بالكلاس بتاع الانيمال، لان انا عملت اكستند ليه. كلمة سوبر بتعرف البرنامج ان الكلر دوت هيكون خاص بالكلاس اللي انت بتورثه. وانا كنت عملت كونستراكتور بيحتوي على الاتريبيوت الموجود هنا، عشان كده المشكلة عندي اتحلت. فانا بقى لما اروح على الدوج واجي اعمل مثلا برنت بقى كده، هتلاقي برضه بيديني نفس الناتج اللي هو البلاك والاورنج. يبقى احنا في فيديو النهارده يا شباب عرفنا ان السوبر كونستراكتور دوت بنستخدمه علشان انا لو كنت عايز اخلي الكلاس بتاع مثلا الدوج والكات بيورثوا الاتريبيوتس الموجوده في الانيمال. فطبعا ما كانش ينفع ان احنا نعمل كده. فاحنا عشان نحل المشكله ديت هنستخدم السوبر كونستراكتور لان هو اللي بيحل المشكله ديت. طب احنا بنعمل كده ازاي؟ اول حاجه بتعملها بتعمل كونستراكتور خاص بمين؟ خاص بالكلاس اللي الكلاسات التانية هتورث منه. فانا كان عندي كلاس اسمه انيمال وكلاس الدوج بيرث الانيمال دوت. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده اروح على الكونستراكتور بقى بتاع الدوج، هخلي بقى الكونستراكتور دوت بيحتوي على الاتريبيوت الموجوده هنا. طب انا بعمل كده ازاي؟ بتعمل كده عن طريق كلمه سوبر. كلمه سوبر بتعرف البرنامج ان الاتريبيوت اللي هيجي بعدها هيكون خاص بمين؟ خاص بالكونستراكتور بتاع الانيمال ده. تعالى مثلا نعمل اتريبيوت تاني للدوج مثلا. تعالى مثلا نقول string النيم. هل ينفع ان انا احط string النيم دوت في الكونستراكتور بتاع الدوج؟ اه ينفع نعمل كده. طب نعمل كده ازاي؟ اقول لك نفس الطريقه اللي كنا عملناها المره اللي فاتت، ان احنا بنروح عليه نعمل مثلا required this dot النيم. فانا دلوقتي بقى عندي حاجتين، حاجه خاصه بالكلاس بتاع الدوج عشان كده استخدمت كلمه this، وحاجه تانية خاصه بالاتريبيوتس بتاع الانيمال عشان كده استخدمت كلمه ايه؟ استخدمت كلمه سوبر. فطبعا هنا هيديني ايرور لان انا لسه ما اديتلوش النيم. فتعالى بقى نديله النيم. تعالى مثلا نعمل نيم، تعالى مثلا نديله اسم ماكس. وتعالى نعمل برنت ل دوج دوت النيم. تعالى نعمل ران ونشوف هيعمل معانا ايه. فزي ما انتوا شايفين عمل لي برنت للنيم عادي جدا. طب حلو يا شباب، ممكن بقى واحد يجي يقول لي انا ممكن اتلخبط ما بين الاتريبيوت الخاصة بالكلاس بتاعي والاتريبيوت الخاصة بمين؟ الخاصة بالكلاس اللي انا بورثه. هل في طريقة تانية يا شباب بتفصل ما بين الاتريبيوت الخاصة بكلاس الدوج والاتريبيوت الخاصة بكلاس الانيمال؟ اه في طريقة بتحل المشكلة ديت. تعالى نمسح الاتريبيوت دي كده كلها، وتعالى نمسح دي كمان. تعالى بقى نعمل متغيرات في الكونستراكتور بتاع الدوج نفس المتغيرات الموجودة في الكلاس بتاع الانيمال. كل اللي هعمله هعمل required مثلا string
الكالر، واخد دي كده كوبي واحطها هنا، هو نفس الكلام هنا، وأعمل بقى هنا السايز، بس ده طبعا انت، وده برضه انت، ودي ايه دي الليجز. طب حلو أوي، فأنا كده عملت متغيرات، المتغيرات دي خاصة بالكلاس بتاع الدوج، فطبعا مديني ايرور. ليه مديني ايرور؟ لأن أنا خلاص عملت اكستند للكلاس بتاع الأنيمال، فأنا دلوقتي محتاج إن أنا أستدعي الكونستراكتور بتاع الأنيمال، فعشان كده لازم نستخدم السوبر كونستراكتور. فطبعا لو أنا كتبت كلمة سوبر هنا مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لأن أنا خلاص عايز أفصل ما بين الأتريبيوت الخاصة بالكلاس بتاع الدوج والأتريبيوت الخاصة بالأنيمال. فاحنا نحل المشكلة ديت إن أنت بعد الكونستراكتور بتاعك هتروح تكتب نقطتين فوق بعض وتكتب كلمة سوبر. فأنا لو جيت سألتك سؤال قلت لك السوبر ده خاص بمين؟ طبعا هترد عليه وتقول لي خاص بالكلاس اللي أنا بورثه. فأنا كنت بورث الأنيمال، وطبعا الأنيمال كان فيه كونستراكتور فيه الكلر والسايز والليجز، فطبعا هيطلب في السوبر بتاعي الكلر والليج والسايز. فتعالى بقى اديله الكلر، هعمل هنا الكلر، والكلر اللي هديله يكون خاص بمين بقى يا شباب؟ خاص بالكونستراكتور بتاعي، فهكتب هنا الكلر. وتعالى بقى نكتب الليج خاص بالليج بتاعتي، والسايز خاص بمين؟ بالسايز. طبعا بقى دلوقتي لو انت مثلا حبيت بقى تعمل string مثلا النيم مثلا كده، ممكن بقى تروح هنا بكل بساطة تعمل ايه required this dot النيم. وزي ما انتم شايفين قدرت ان انا بقى افصل ما بين الاتريبيوتس الخاصة بالكلاس بتاعي والاتريبيوت الخاصة بالسوبر كونستراكتور. طبعا ده شكل وده شكل، الشكل اللي انت فهمته ومرتاح ليه فطبقه. انا بعرفك ان احنا عندنا شكلين في استدعاء السوبر كونستراكتور. اول شكل انت بتروح على الكونستراكتور الخاص بالدوج بتاعك وتحط كلمة سوبر فيه بدل كلمة this. الشكل التاني ان انت بعد الكونستراكتور الخاص بالدوج تعمل بقى الكونستراكتور بتاع الانيمال بتاعك، وبتنشئ هنا اتريبيوتس بقى في الكونستراكتور بتاعك، وبتحط الاتريبيوتس ديت في السوبر بتاع الانيمال، علشان لما نيجي نستدعي الدوج بتاعي اقدر ان انا اديله مجموعه الصفات ديت. فبس يعني شباب دي الفكره في فيديو النهارده. يبقى احنا في فيديو النهارده يا شباب عرفنا الفكره من السوبر كونستراكتور وعرفنا ازاي بنطبقها في الكود. فاحنا شباب كل اللي قلناه في الفيديو ان احنا كان عندنا مجموعه اتريبيوتس، والاتريبيوت ديت متكرره اكتر في مكان. عشان نحل المشكله ديت خدنا الاتريبيوت الموجود هنا وحطيناه في الكلاس اللي احنا هنورثه، وكنت حابب لما انا هاجي انشئ الاوبجكت بتاعي اديلها الاتريبيوتس ديت. وطبعا ما كانش ينفع لان دول كلاسين مختلفين. فعشان نحل المشكلة دي عملنا إيه؟ استخدمنا السوبر كونستراكتور، وقلت لكم إن أنتوا عندكم شكلين للسوبر كونستراكتور. أول شكل عندك إن أنت بتكتب كلمة سوبر جوه الكونستراكتور بتاعك، والشكل التاني إن أنت بقى لو حبيت تفصل ما بين الأتريبيوتس الخاصة بالكلاس الدوج والأتريبيوت الخاصة بالأنيمال بتكتب نقطتين في بعض، وبعد كده بتكتب السوبر الخاص بكلاس الأنيمال زي ما انتوا شايفين كده يعني. فبس يعني كده الفكرة في فيديو النهاردة. يبقى احنا كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.